السلام عليكم. سلوني للصوت الهوا. كنت نزلت فيديو عن ليه احنا دايما بنيجي على المظلوم او بنقول له سامح واعفو، وربنا بيحب اللي بيسامح وكده، وما بنتكلمش مع الظالم. وكتير منكم حتى بعت لي على البرايفت اللي هو طب ليه فعلا؟ طيب فعلا الموقف ده حصل معايا. ناس كتير قالوا لي طب في الحالة دي نعمل ايه؟ الثقافة المجتمعية بتاعتنا هي اللي عملت فينا كده. احنا دايما شايفين ان اللي بيسامح ده حد خير قوي وحد كويس قوي، يبقى حد مثالي وربنا راضي عنه. مش معنى كده ان اللي بيسامح وحش او ان دي مش حقيقة، ولكن مش دايما هو ده اللي موجود على طول. مش دايما اللي بيسامح ده يبقى شيء كويس. احيانا المسامحة والغفران الكتير بيخلي الظالم تجاوز اكتر في ظلمه، واحيانا المسامحة ما بتبقاش مسامحة قد ما هي بتبقى ضعف. فأول سبب إن في ثقافة مجتمعية شايفة إن المسامحة طول الوقت شيء جميل. أحيانا كتير بنشوف إن المسامحة ضد الدين، ان عدم المسامحة دي شيء اصلا سيء، او ان انت تطلب حقك وتصر عليه ده شيء يعني يشوب بعض الخطأ يعني مثلا يجي يقول لك ايه، لا 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 انا ما بقبلش العوض، انا ما بقبلش العوض ابدا، وكأن انت قلت له حاجة عيب او غلط، ورغم ان العوض ده شيء مطلوب وما فيهاش حاجة ابدا ولا عيب ان لما حد مثلا يكسر لك شيء يعوضك عليه. احنا بنشوفها ان هي غلط او ان هي حرام. لا هي حرام ولا هي غلط. فزي ما بقول لكم ان جزء كبير قوي من فكرة ان احنا بنطلب من المظلوم مش بنطلب من الظالم بيبقى نتيجة الثقافة المجتمعية والموروث الثقافي اللي عندنا. تاني سبب بقى ان احنا للاسف برضو بنخاف من الناس اللي صوتها عالي، من الناس اللي على طول بتتكلم او بتغلط او ممكن تحرجك. وغالبا الظالم بيبقى كده، الظالم بيبقى صوته عالي، بيبقى ممكن يحرجك بكلام مش كويس، ممكن يتجاوز في الكلام، ممكن يلبسك انت كمان حاجة يظلمك بيها. فبنبعد عن الشر ونغني له، ونبقى يعني في الأحسن ان احنا نعمل كويسين، ونيجي مع المظلوم ونقول له طب سامح، ويا بخت من عفي، وانت الاحسن وانت الافضل، ونعين الظالم على ظلمه. خلي بالنا بقى ان احنا لما بنعمل كده ما بنحلش ولا بناخد ثواب زي ما احنا فاكرين. بالعكس، ما الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا نعين اخانا المظلوم او ظالم بمعنى الحديث طبعا. فقالوا له ازاي يا رسول الله نعين الظالم؟ المظلوم فهمنا، طب نعين الظالم ازاي؟ قال لنا انكم تردوه عن ظلمه. يعني ان احنا لما نيجي للظالم كده ونقول له انت ظالم في عينه، ونقول له انت غلطت في الجزء الفلاني، انت المفروض كنت تعمل كذا، احنا كده حكمنا عليك انك تعمل كذا. زي زمان كده لما كنا وما زال في بعض البلدان بنعمل القعدات العرفية. فلازم المجتمع يحسس الظالم انه ظالم، فنقلل من ظلمه. فبكده هنعيد التوازن، وفي نفس الوقت هنعين الظالم ان هو ما بقاش ظالم، وهنعين المظلوم انه ياخد حقه. اكتبوا لي كومنتات، قولي لي رأيكم، وقولوا لي ازاي ممكن ننصر المظلوم بطريقة صحيحة. السلام عليكم.